نعم. كيف ظروف الإقامة بالنسبة للمنتخب الوطني؟ ماذا عن الفندق وملعب التدريبات؟ عادية، ليس يعني نفس الجو الموجود في الجزائر، يعني حتى مقر الإقامة يعني عادي، وحتى نفس حس يعني الملعب التدريبات، يعني هي أمور عادية. المنتخب الوطني من خلال جميع مشاركته يعني تقريبا نفس الظروف المتواجدة خلال يعني مشاركات المنتخب الوطني في مختلف الكؤوس الإفريقية. وفي بلد ما يواجه منتخبنا الجزائري المنتخب التونسي ضمن دور المجموعات من كأس أفريقيا المقامة في الأراضي البعيدة. تاعك علاه راهم جايين الناس قاعدين في الاوتيل عندكم باطل وياكلوا باطل ويشربوا باطل، يحاسبوا يخلصوا. الجهل المركب، الجهل اللي ما عندوش حدود في المروك. شنو اللي الكرم؟ ما عندك حتى كرم، ما عندك ما تكرني. الناس راحت بدراهم والله ثاني راح تخلصوا على المنتخب، تخلصوا عليه الماكله وتخلصوا عليه الشراب وتخلصوا عليه الرقاد وتخلصوا عليه النقل. يصير ميزانيه الدوله تاعنا دارت الميزانيه تاعهم يصرفوا ميزانيتهم. ما هم جايين عندكم انت تفتح له ابواب الفندق وتبلع حسك ما نسمعوش. وجاب صوره الملك ثاني اللي تحط علينا فيه تحط لي في غرفه تاع المنتخب الجزائري، تحطهم صوره المنكوح تاعك. علاش تحط لي الصوره تاعو؟ علاش تحط لي الصوره نتاعو؟ اذا كان غطاوها عندهم الحق علاش تحط لي صوره نتاع واحد انايا منكوح؟ علاش تحطها ليش؟ الناس جايه دير في اجتماع انت ديروا صوره تاع المنكوح تاعك، علقها في داركم. علاش جاي تعلقها عندي انا هنايا؟ هذه نفرضوا هذا على فرض انها واقعه صحيحه، وانا متاكد بانها واقعه غير صحيحه. حتى تخلونا حتى نبداو نقولوا لكم الكلام اللي ما يلزمش يتقال ولازم نهضروه، تقولوا على اللقطاء هذا الرد. وكل بعض الناس يقول لك مصطفى عليه ينفعل، عليه يزعف، عليه يطيح. شوفوا واش غايقول، شوفوا واش غايقول. شوفوا سنايبي تاعهم واش غايقول دكتور في الجامعه هذا. يصف الجزائريين باللقطاء بكذا على واقعه. والله لو كان جات ثابته بين لك شويه ما نقولكش تعذر، ولكن اللي انا متاكد منها انها واقعه غير صحيحه، واقعه غير صحيحه ولا اساس لها من الصحه. والله ما صارت، ما يديروهاش الجزائريين، ما يديروهاش. مستحيل. نتكلم لك على الرسميين، ما يديروهاش. ناس عارفه وناس فاهمه ومتجولين العالم وراهم قاريين البروتوكول مليح وراهم فاهمين واش راهم يديروا. مستحيل يديروها. ولكن هذه الواقعه افتعلوها المراركه، افتعلوها من اجل استفزاز الجزائريين. قلت لكم شوفوا والله العظيم ما راهم رايحين يحبسوا، رايحين تشوفوا الكوارث هذه. بسم الله مازال ما بديناش، هذه مازال كاع ما بداتش. مازال بسم الله. هذول نحطوا في المنتخب الجزائري حط والله غير تشوفوا معاهم المرار. لو كانت تشوفوا الحملات الاعلاميه على الجمهور الجزائري وعلى الجزائريين في المواقع عندهم غير طبيعيه وغير مالوفه. وهذه راني نقول لكم هذه راهي كامل تتسجل عند الشعب الجزائري. يعني راها كل ما تجي مبادره قادره تقارب ما بين الشعبين، شوفوا شكون يدير اللعيب الاول وشكون يبدا بالمشاكل الاول. من المفروض رياضه كره قدم هذه الابواق تسكت. الابواق تاع المضيف قالها عندكم ناس، عندكم ضياف وتظاهره قاريه كبيره، ناس جايين يشاركوا في المنافسات، ما تستفزهم ما تقلقهم والو. خلي الرياضه تاخذ مجراها، خلوا الرياضه تمشي في مجراها. ناس يلعبوا اللعبه نتاعهم ويعاودوا يولوا لديارهم. جابوا الكاس اهلا وسهلا مبروك عليهم، ما جابوش الكاس ايضا مبروك عليهم، يرجعوا اولادنا سالمين غانمين وتبقاو انتم شادين احترامكم. ولكن هذه السلوكات اللي راكم قاعدين تديروا فيها راكم تستعدوا تزيدوا تكحلوا قلوب الجزائريين جهتكم. انا بالنسبه لي ترفع لي الارصده تاعنا هذه السلوكات ترفع لي الارصده تاعي، باسكو الجزائريين كل يوم يزيد العدد نتاع الناس اللي يعرفوا باللي مصطفى بونيت عنده الحق. اش يقول عليهم؟ كاع عنده الحق. ناس يجوا يلعبوا عندكم، احترموا رواحكم. الواقعه هذه تاع الصوره انا قلت لكم نحلف والله غير داروها هما يديروا هذه السلوكات هذه وصوروها، باسكو شوف الجزائريين كاع كيديروا هذا السلوك كيما هذا بعيد الشر، كاع كيديروا والله ما يصوروا ولا ما. انا نهضر لكم نعطيكم لقجع التفرش خوتي الجزائريه، لقجع التفرش المراركه. شوفوا لقجع ديالكم اللي رديتوه ما عرف كيفاه هو التفرش. كيفاش الملعب ديال الرباط تبنى في مده ديال 8 شهور وحنا الجزائريه بنينا ملعب في مده 10 سنين. كيفاش نتوما بنيتوه في دور ديال 14 شهر؟ هنا كاينه مؤامره. كيفاش اخوتي انا غنفهمكم مزيان. المؤامره هي لقجع دار كونطرا مع جنون، يعني كانوا جنون يخدموا في الملعب، وهذا الشيء راه بشهاده ديال الجميع. هنا لازم الفيفا والعالم يتدخل على هذه القضيه هذه. كيفاش لقجع عمل كونطرا مع الجنون باش يحضروا الملعب لكاس افريقيا. هنا كاينه مؤامره اخرى كبيره. المره اللي فاتت لعبنا في الرباط، لعبنا مع الساعه 3 كان باقي الشمس، وهما لعبوا مع 3 ما كانش الشمس، يعني بحيدوا الشمس بالقمر وداروا القمر في الشمس. يعني هنا خوتي الجزائريين المراركه راه يعملوا فيها هك لازم نديروا حاجه باش نوقفوا هذا القجع هذا اللي راه مزنزل لنا دماغنا. انا كي تربح شوف انا من عندي الجزائر كي تربح المروك كي ديت لا كوب دي موند وصرفها كيما حبيت. انا كي الجزائر تربح المروك انا ديت لا كوب دي موند، ما سحبت لا كوب دي موند. حظوظ المنتخب الوطني في كاس على بالي نديروا حاجه ان شاء الله باذن الله، يديروا القلب برك. نقولها لكم اذا كملت كيما هكذا لازم وزاره الرياضه تتخذ موقف تاعنا، لازم تتخذ موقف. خاطر الشيء اللي قبيله انا ثاني شفته قبيله دخلت التيك توك مرعب واش راهم يحضروا باش يستفزوا الجزائريين، مرعب. وراهم بداو لكم بالمشكله تاع الصوره وراني نقول لكم بلي مازال
على فواش راهم كذبوا. انت يعني بالله عليكم هذا كلام لقيط لا يمكن ان يكون شريفا. هذه توجه كلام يوجه للمنتخب الجزائري عشيه المشاركه تاعو في كاس افريقيا للامم، باه تعرفوا بان الموضوع راه جدي ماهوش مسخر. الجمهور تاعنا اللي يتمالكوا اعصابهم، اللي تتمالكوا اعصابكم لاقصى الحدود وتاخذون حذركم، ردوا بالكم. وهذا السلوك نتاع الصوره هاني نحلف لكم بانه من افتعالهم هم. والله غير بالك صوروها في غرفه اخرى، صوروها وغطاوها هم اللي نشروها في المواقع التواصل الاجتماعي باه يشوهوا الجزائريين ويضايقوا الجزائريين اللي راهم موجودين الان. فكره انكم ضيفتونا هذه انساها المروكي، ما تجيش تعاود رد بالك. اتونسيون نضحك عليك. سواء الجمهور او الرياضيين اللي راهم راحوا او الطاقم تاعهم هم رايحين باموالهم، اللاعبين تاعنا رايحين باموالهم، بالتالي فيهم الاخر في هذوك اللاعبين يشري قسام الفنادق نتاعكم كاع يشريها كامل، لاباس عليهم باموالهم، اموال الدوله تغدق عليهم بالاموال ما يجبر لهم، واللي جوا في رواحهم شايفين وعارفين وفاهمين. ما يجيش واحد مروكي يقول له كرم الضيافه، هذيك خدمتك، خدموا بالله، خدمتك انك جارسون صباح يلقاك تنقي له الغرفه نتاعو، يلقاك حاط له الاكل كيما طلبه هو، تنقي وتخدم وتبلع. هذاك ما يسموهش كرم، هذيك يسموه تخدم خدمتك وبلع. اذا توكل فيها من جيبك قول لهم كرمتكم، ماكش تكرم، تخدم في خدمتك وخالص عليها. تخلوهمش هذيك بلاد الكرم نهار اللي تضيفوا وما يخلصش وما يدفعش، رايحين راهم يروحوا يقعدوا في الفندق ما عندهم دي فاكتور، يرفدوا لي فاكتور، يخلصوا لي فاكتور تاعهم ويجوا. شري كرم ضيافه وكرم، ما عندك حتى كرم. اذا راك تخلص من جيبك وراك توكل من عندك قول، راك توكل وتشرب وتبيت من عندك اهدر. شوف يا سيدي والله كرم الضيافه، كرم راني نشوف فيه مصباح، كرم الضيافه كرم ما يسموش كرم، هذا يسموه خدم خدمتك. الا راك باش راح تخلص عليهم قول لهم يا ودي انا ماشي نخلص عليكم، راكم رايحين تاكلوا وتشربوا وتقعدوا مجانا. الجهل هذا يسموه الجهل. اما واقعه الصوره من المفروض يتفتح فيها تحقيق عندهم، حتى ولا بنا بلي تحقيق شكوبي عندهم مثلا كاع كيف الرشام حميده واللاعب حميده في قهوه حميده، يعني راك متوقع انت رايحين يديروا نتائج، ولكن صوره ثابته منشوره لا تعني شيئا. بعد نهايه المباراه تفضل حبيبي. طويل كاتب. تفضل حبيبي. تفضل خويا العزيز. تفضل الرئيس. تفضل خويا. مقامك عالي وعزيز، تستاهل غير الخير حبيبي. تستاهل كل خير الحلوى. السلام عليكم. هاك حبيبي. تفضل. شوفوا ترى الحلوى مليحة ولا ماهيش حبيبي؟ لا. تحياتنا حبيبي. ريح. بعد نهاية المباراة تقدم الرئيس قلنا حاجة، راك فيه استرخاء عظيم. المباراة وش خلينا من فريق الوطني اعداء النجاح، وش تقول لهم؟ اعداء النجاح خويا. اعداء النجاح بما حسبنا من الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ومن ذوك تبدا المعيشه. عيطوا لي صحابي زيركم عيطوا قالوا مش بيهم تاع العلبه يطلبوا فيا طلبوا لي في ديبار. وها اليوم الله خويا قال لك خرج من العلم ربحت المولوديه وجا الجزائر خسرت ليكيب ناسيونال. يا سيدي كيخرجوا على من المولوديه وطلعوها سيدي برك طلعوها برك هذا ما كان. ايا كحل لي الخيرات في المروك خويا العزيز، كحل حبيبي بسم الله ما شاء الله، كحل خويا العزيز، كحل لي الخيرات في المروك. ايا تعرف هذا الشيء يسموه حبيبي، هذا الشيء يسموه حبيبي، هذا الشيء يسموه اوكي معليش حبيبي دوك بديت تحوط. كحل لي الخيرات في المروك كرام خويا العزيز، كحل حبيبي والله غير بسم الله ما شاء الله حبيبي. حاولك خويا العزيز، حاولك الخيرات خويا العزيز، كحل حبيبي يا والله غير بسم الله ما شاء الله خويا العزيز. الشباب يا جدك اوكي حبيبي معليش دوك بدك تحوص خويا العزيز. كحل لي هذا الشيء يسموه والله غير ماني عارفك. كحل حبيبي حلو يا خويا العزيز، معليش حبيبي دوك بديك تحوص. حولك حبيبي كحل، كحل خويا العزيز، كحل يا خيرات شنو كحل حبيبي والله غير بسم الله ما شاء الله. خطيت من واش يحكي لك العسكر راهم يقول لك بلي المملكه تسطين راهم ياكلوا الكارطون طل ليه ما تحشموش. كحل حبيبي حاولك لي صالاد واجدين حبيبي، خلص وروح. سي فري ميناش كيف خويا الشباب يا جدك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اليوم احنا بجنب التيران اللي راح يلعب فيه المنتخب الجزائري، منتخبنا الوطني الخضر. وكما كتشوفوا هنا كاين مرآب كبير خاص بالجماهير الجزائرية اللي غتجي للسطاد ان شاء الله تفرج في منتخبنا. شو يا ربك، شو شحال كبير هاد المرآب هذا، شوف تبارك الله ما شاء الله المروك شحال شابة. شو يا ربك الطرقان، شو يا ربك الجمال، شو يا ربك الاغراس والورود والاشجار. شو يا ربك حنا في الجزائر قتلونا غير بالشر. لا يا ربي لا تبونا، لا ربي لا تبونا، لا شو يا ربك النظافه، شو يا ربك الطرقان، شو يا ربك الكيشيات. وين ما مشيتي الكيشيات، حنا في الجيري عندنا كيشي واحد يستخدموا شنقريحه وتبون. شو يا ربك، شو مركز التكوين، شو يا ربك الطوموبيلات قهرونا حنايا بالفيات سانسو وكاتبين علينا. المروك شابه خاوتي، انا نقولها لكم، ما كاش الجزائر، ما كاش الجزائر، كان هي المروك. في الجزائر قهرونا غير بالشر، طوابير على الحليب، طلاشين على السميد، طلاشين على الدقيق. هنا في المروك كلشي بوجود. والله يا خاوتي الى الصباح شري 4 يطرو حليب. في الجزائر نعوم بيها، في الجزائر ندوش بيها. والله يا اخو الجزائر انا حياتي كلها ما كونسوميتش 4 يطرو حليب. هاد النهار انا الصباح جايب 4 شكاير، ما قال لي لا فين غادي لا فين جاي، خديتها وانا براحتي. شبات غير حليب، غسلت كرشي، غسلت جا قديم كان فيا جايبهم لالجيري.